السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شوف الأسئلة، قلت أنا عامل استفتاء إن أستمر أو ما أستمرش. فيعني اللي متضايق أو مش عايزني يقول رأيه واللي عايزني أكمل يقول رأيه. وبإذن الله إحنا خدنا فترة كبيرة جدا في هذا القانون وما اتكلمتش وقلت مش هتكلم غيره، ماليش شغل غيره. إنما إحنا بعد كده إن شاء الله المواضيع هتخف شوية ان شاء الله، والقانون هيطبق ومعاكم في القانون. بس لو انت عايز نستمر، مش عايز نستمر يبقى خلاص. انا هقول بعد كده استشارات قانونيه واي سؤال في اي ماده في القانون انا هتكلم عليه. وكنت بفكر لو انت اديتني الحق ان انا استمر معاك وراضي عن القناه بتاعتي، انا يمكن اعمل بث مباشر واجاوب على كل الاسئله مباشر ان شاء الله. قلت لي لا مش عايزينك، هقعد واقول لك متشكرين جدا جدا. وانا الحمد لله طلعت واخد دعاء ناس كتير جدا 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 جدا، وخدت شتيمه برضو كتير بس مش كتير قوي الحمد لله. المهم وصلت اللي انا عايزه والحاجه اللي انا عايزها. وهقول لك مفاجاه بعد التصويت ان شاء الله. لو قلت لا او هقول لك مفاجاه كويسه جدا. ولغايه التصويت ده مفتوح لغايه يوم الاثنين ان شاء الله، يعني هو اتعمل سبت حد اثنين، مساء يوم الاثنين هقول لك التصويت تم فيه ايه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب سؤال مهم جدا بعد ما قالوا بيخص القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للوحدات السكنية. الناس متلخفنة، يعني إيه مستوى متميز ومتوسط واقتصادي أو شعبي؟ طب أنتوا قلتوا حد أدنى 1000 جنيه و10 أضعاف، وحد أدنى 400 جنيه و20 ضعف، يعني حاجات كده الناس مش فاهمة. وبعدين جه لما قلنا لهم لا هتاخدوا كل المستويات هتاخدوا 250 جنيه، فالناس بتسأل هناخد 250 جنيه الأول ولا هناخد ال10 أضعاف ولا ال20 ضعف على طول؟ هقول له لا، لو أنت سيادتك وحدة متميزة أو متوسطة أو شعبية هتاخد 250 جنيه، مش هتاخد 10 أضعاف ولا 20 ضعف ولا 10 أضعاف ولا 5 أضعاف. هتاخد الحد الأدنى من الإيجار اللي هو 250 جنيه على الكل. على إيه؟ على الكل. بعد كده سيادتك لما بيجي لك اختار من اللجان المشكلة إن القيمة الإيجارية بتاعت الوحدة السكنية بتاعتك بمبلغ كذا، ده قيمة الإيجار. سيادتك هيبقى ليك فروقات، مثلا ليك فروقات اللجنه طلعت القرار ده في خلال 3 اشهر، في خلال شهرين، يبقى المبلغ اللي اتكون عليك دوت الفرق ده اللي اتكون على المستاجر هتاخده منه في خلال برضه شهرين. اللجنه طلعت القرار وحددت القيمه الايجاريه وانت مستواك ايه في 3 اشهر، هتاخد الفرق ده في 3 اشهر. طلعته في 4 اشهر هتاخد الفرق، هيتقسم مثلا 200 جنيه على 4 اشهر، كل 50 جنيه مثلا كل شهر مثلا يعني. فانت سيادتك الاول اول ما هتبدا هتاخد 250 جنيه الاول مهما كان ايه المستوى، الى ان يصدر قرار اللجنه المشكله من الحكومه بالمستوى والقيمه الايجاريه الخاصه بهذه المستوى. وقلنا هيبقى داخل فيها المساحه ومش عارف. في ناس بقى بتوع مساحه وعارفين ايه اللي بيخش في الكلام دوت، المساحه والموقع وبعدها عن المناطق النائيه، عن المواصلات، عن كذا عن كذا، عن المحافظات، عن الارياف، كل حاجه يبقى ليها حسابها ومعمول حسابها، وعلى هذه الاساس هتقدر القيمه الايجاريه الشهريه. هتشوف انت ليك قد ايه. والله كنت بتاخد 250 جنيه، هو حسب ب 500 في خلال 4 اشهر بقي ليك 2000 جنيه. ال 2000 جنيه هيتقسطوا مع الايجار الجديد، هتاخد الايجار 200 الايجار بتاعك هيتقسموا على 4 اشهر المبلغ اللي باقي، وهتدفع بعد ما يطلع قرار اللجنه. مش هتاخد 250 جنيه، هتشوف اللجنه قالت قد ايه وهتاخد ازاي. انما حاليا هم 250 جنيه بس. مستني ده سؤال مهم جدا ويهم ناس كتير جدا، عشان كده انا قلت عليه فيديو. شكرا.